السلام عليكم، ورجعنا لكم يا رجاله بفيديو جديد. الفيديو المنتظر اللي هنفتح فيه للزغاليل بتاعه الغيه شبكه الامرايه. ولكن في البدايه صلى على النبي واذكر الله. عايزين نبدا بسرعه عشان في حاجات كتير هنعملها قبل ما نفتح للزغاليل. يلا بينا. عايز اقول لك ان الزغاليل الزاجله انا فاتح لها بقى لها اكتر من ساعتين، وجم هنا بيتشمسوا، كانوا عمالين بقى رجاله يتنططوا من فوق هنا لهنا، وكانوا ما شاء الله مقضينها. فاحنا بقى عايزين نيجي كده ايه، نجيبهم على جنب عشان خاطر خلاص نحبسهم عشان ميعادهم كده. يلا هي يلا قاعد انت هناك. يلا هير يا حبيبي. يلا يا بابا، يلا بسم الله ما شاء الله يا جدعان. 2 4 6 8 10 11 والتاني هتلاقوه جوه. يلا حبيبي. التاني فين؟ اهو جوه هناك اهو يا رجاله. يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا يا عم انت. لا تعالى كده يا بابا. انا لسه ما حطيتلهمش كلفه عشان كده ومش عايز يخش. يلا استنى ادخلهم من غير كلفه. يلا حبيبي، يلا يا عم. ايوه كده كده. ما شاء الله يا جدعان النهارده عملوا شغل عالي والله، يعني ما شاء الله. كان نفسي اصورهم لكم بس التليفون كان على الشاحن، ما يتنططوا من هنا لهنا ومقضينها. خلينا بس معاكم كده ناخد لكم الايه الحوار من جوله لجخره. نقفل لهم. طبعا النهارده كان تالت يوم ليهم واخر يوم هفتح لهم فيه الباب، وبعد كده هنفتح لهم من هنا طالما عرفوا يطلعوا ويتنططوا خلاص. نقول بسم الله. الجو النهارده حر جدا 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 والتليفون مولع. ربنا يستر بقى ويكمل معانا اليوم. نقوم جايين كده اهو نجيب الكلفه. يلا حبيبي، يلا يا بابا، يلا يا بابا. حبه كده وحبه كده وحبه كده، بس كده يا جدعان. ابتدوا ياكلوا ويروقوا على حالهم. طيب يا رجاله دلوقتي بقى ايه، انا فاتح بدري شويه في التصوير لان كان لسه بعد العصر او قرب العصر هفتح للزغاليل دي، لسه ناقص على العصر يجي ساعتين بس. قلت اوريكم كده الزاجل واحنا بنقفل عليه، وفي كام حاجه لازم نشوفها وفي حاجات عملتها بره. تعال نشوف. المهم بقى صديقي، زي ما مدلعكم بالفيديوهات وفيديوهات باستمرار وفيديوهات المفروض انها حلوه يعني ان شاء الله، دلعونا بقى انتوا باللايكات يا جدعان، بتعلي الفيديو. فعايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. يا ريت الفيديو ده كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي ينزل دوس لايك. وتعالوا بقى بص يا جدعان الحلويات. انتوا اكيد اللي متابع شافهم في الفيديوهات القصيره اللي هي الشورتس. الحمد لله يا جدعان. كتكوتين اللي كانت شيماء محضن تحتيهم انا البيض بتاعها، الحمد لله رب العالمين. طلعوا كتكوتين وطالعين مش عارف الاتنين سود كده ليه. فهنربيهم هنا يا جدعان ان شاء الله. يعني بص انا جهزت لهم سلاكه، بصوا باب قفلت لهم كله كرتون والدنيا تمام. سبت لهم بس السنه الصغيره اللي فوق دي مع السلك ده عشان بس يبقى ايه رادد هواء، والسلاكه كده دفى واصلا مقفوله من ورا. لو واخدين بالكم انا كده اصلا قافلها، خليها الدنيا تمام ومتامنه عندهم. ما شاء الله يا جدعان كتكوتين حلوين وزي الفل. واحد طالع حلو اللي هو اللي على الشمال ده، واللي على اليمين ده طالع ضعيف شويه مش عارف ليه، ولكن بياكلوا وربنا يسترها. شو متشكرين على الواجب وعلى التحضين، وباذن الله هنحضر من تحتيكي حاجات تاني. ولكن يا جدعان طبعا مش هينفع احضن تحتيها دلوقتي اي حاجه عشان خاطر هي لسه قايمه من الناس اللي بتسال على فوزي يا رجاله. الناس اللي بتسال على فوزي اهو. الناس تقول لي ما بتظهروش. اصل هظهره يعني ما فيش حاجه جديده اظهره بيها، بس هو ما شاء الله يعني بصوا زي الفل وكبر وروق على حاله. طبعا ابن سوزي عشان مستحقر المكان، مش اسمها ايه، مستحوذ على المكان. فيعني الحمد لله. وانا ليه الكلام بيروح مني وانا بتكلم؟ تعالى يا فوزي، تعالى معلش، تعالى. هو متخلف. انزل انت هنا كده. وطبعا النتايه دي شكلها ده يا جدعان بتجيب البيضه الثانيه تمام. ان هي جابت الثانيه اول امبارح ودي جابتها المفروض ده هتجيب الثانيه. ولكن بقى المفاجاه الكبرى الا وهي الحمد لله القص دول يا رجاله حصوا وجابوا حصوايه امبارح. الحمد لله رب العالمين. ربنا يسهل ان شاء الله وتجيب الحصوات الثانيه ويطلعوا بيعمروا. الواحد هيبقى فرحان جدا. ادعوا لنا يا جدعان بالتوفيق كده وقولوا ما شاء الله ان هم يطلعوا باذن الله. معلش يا رجاله انا خدتكم في دوكه كده في اول الفيديو، بس في كام حاجه كده لازم نعملها. الفيديو بتاع النهارده ايه هيبقى فيديو رايق، فلازم ناخد كام حاجه. واحد بيقول لي في الكومنتات انت ليه كل ما بتخرج وتطلع تقفل الباب وراك مع انك ما بتطلع، يعني بتقعد ثانيه وتطلع. الدكوره اللي سايبه جوه ديت ما بتصدق ان افتح الباب هوب وتطلع. فانا بقى مش عايز مثلا ابقى اسيب الباب ابقى فاتح الشبكه حاجه تطلع مع انهم سايبين هنا وعارفين الدنيا. مش مستاهله يا صديقي. بصوا بقى يا رجاله انا عايز اوريكم المسق كلها انا عامل فيها ايه. امبارح شلت المسق كلها من عند الزغاليل بالليل وعملتها باسمنت ابيض. طبعا نشفت وزي الفل لان المسق الجديده اللي جبتها دي كلها قرفاني. كنت كل ساعتين ثلاثه اقعد ازودها، كانت بتسرب ميه من كل حته، من الجناب ومن تحت.
انا قلت يمكن عشان لسه جديده، الحمام بقاله يجي اسبوع ولا اسبوعين هنا اهو، وكل يوم على الحال ده بزود لهم مرتين 3 في اليوم ميه، فقمت جايب اسمنت ابيض واعملهم كلهم. دلوقتي بقى يا جدعان انا مجهز الميه، هدخل المسق دي كلها واسقي الحمام واروق عليه، وهستنى شويه وارجع لكم بقى تاني لما الشمس بس تهدى كده شويه عشان نبتدي نفتح للزغاليل. طيب ودلوقتي يا رجاله بعد حوالي ساعتين او ساعه ونص حاجه زي كده، مسكت الغيه كلها، كنست السلكه هنا وكنست الغيه وجهزتها، ولكن برضك المسا انا مش عارف اعمل معاها ايه. عايز اقول لكم برضك بصوا الميه كلها ابتدت تنقص اهي، وابتدت كلها تخر ميه تاني. انا مش عارف يعني، حتى الاسمنت الابيض ما نفعش يعني، بصوا بيطلع كله اهو. فشكلي كده هضطر اشتري مسق تاني جديده بس من السوق، مش هجيبها من نفس الراجل اللي انا اشتريت منه. طب يا رجاله ودلوقتي حانت اللحظه بقى، هنفتح شبكه القمرايه ونبتدي نفتح للزغاليل ونقول يا رب. طبعا نفتح بس ايه السلك بتاع الشبكه ده من هنا كده اهو بس، ونفتح الشبكه ونقول يا رب. بصوا يا جدعان خلينا نتفق على اتفاق ان احنا عملنا اللي علينا، وعطيت الزغاليل حقها في اتشار وفي تحفيظ الارضيه وفي كل حاجه، فهنفتح للزغاليل واللي ربنا هيجيبه كله حلو ان شاء الله. حصل خير حصل شر، وبص مفيش حاجه اسمها شر، وعامه كل ربنا بيجيبه خير. فحاجه بقى ضاعت، حاجه اتنطرت، حاجه عملت، فهنشوف كل حاجه وهنبتدي نفتح الحمام ويلا بينا. اخبط لنا لايك حلو كده وادعوا لنا بالتوفيق. بسم الله نفتح بقى اول بيبان. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل يا رب. بسم الله كده يا رجاله فتحنا اول جنب، يلا نفتح التاني. يلا يا مسهل يا رب. بسم الله بسم الله كده يا رجاله فتحنا الحمام كله. لا 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 واحده 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 هيضيعوا ولا ايه؟ طب واحده واحده. طب الحق اخد الكاميرا. اوب 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 اوف. لسه بنقول يا مسهل، الشخشول اللي طلع هوب وقع في الشارع. رجاله الحمام كله نزل، الشخشول اللي طلع من الباب بتاعه وحب يطير، الهواء خده ورماه في الشارع. استغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله رب العالمين، هيجي ان شاء الله. تعالوا نشوفوا كده. بصوا يا رجاله اهو، بصوا واقف فين واقف فين اهو. ان شاء الله هيطلع، لو الزغاليل طلعت كده على العرق هيطلع. هنشوف كل حاجه وربنا يعديها على خير ان شاء الله. الزغاليل كلها نزلت على الارض، انا مش عايز اتجه لدول عشان دول بيقوموا، يعني انا لو اضطريت ان انا افتح لهم هفتح لهم، ربنا يسترها، هم بيقوموا. فهنسيبهم بقى كده شويه يا رجاله يطلعوا وينزلوا ويروحوا وييجوا، وهنشوف بقى اللي هيطلع مش هيطلع. خير خير خير. دلوقتي يا رجاله الشخشول اللي بقى له شويه، والمشكله ان في قطط كتير حوالينا في البيوت اللي حوالينا دي، فممكن حاجه تاكله ولا حاجه. فبص بقى احنا هنقول يا مسهل يا رب، وهنضطر نفتح للست زغاليل دول. بسم الله. فكرة ان انا مش عايز اخش لهم كتير عشان مفيش حاجه تتفزع، بس هنعمل ايه؟ نفتح لدول بقى ونحاول نبعد عنهم. ما شاء الله لا دولك لسه دول كده اهو يا جدعان. بس اهو طلع كده. انا عايزهم بس يجوا انهي اتجاه، عايزهم يجي الاتجاه ده كده اهو عشان يشوفوهم. بس طلعوا هم يا جدعان، والزاج الابيض كان هيطلع وراهم. بصوا 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 الزغاليل شدوا الزغاليل معاهم اهو. بس مصلحه، كل ده خير ومصلحه. نفتح بقى الباب ونقف لهم هنا هم يا جدعان. انا عايزهم بس ايه، ايوه يجوا كده على الحرف عشان يشوفوه، يعني عشان الشخشول يشوفهم، وباذن الله هيجي يا رجاله. والزغاليل ابتدت تتشجع، واحد ورا التاني هيطلع وربنا يسترها باذن الله. يا جدعان اول واحد طلع الزغلول الكراكندي اهوت، طلع جنبيهم. انا طبعا واقف بصوا مستخبي في السلاكه هنا كده واحده واحده. ايه اللي طار ده؟ ده شبيه اللبلق الاخضر. طلع اهو كراكندي اهو، ربنا يستر. لا ما تخشوليش. بص اهو الشخشول التاني طالع رجع في كلامه ما شاء الله. اهمك يا جدعان باذن الله هيشدوا حيلهم ويطلعوا ومفيش حاجه هتحصل، وهنلعبهم بالكلفه عشان نثبتهم هنا وخير باذن الله. وحياة ابوكم ما تقوموا، مش النهارده. امسكوا نفسكم شويه يا جدعان. الشخشول اللي جه فين؟ بعد اذنكم كده تعالوا. هوب هوب هوب. بصوا اهو اهو، لو واخدين بالكم اهو جوه ورا الغيه من ورا اهو. بصوا عمال يروح ويجي مش عارف يطلع، عمال يروح ويجي مش عارف يطلع. فالمهم ان شاء الله طالما جه كده اكيد يعني باذن الله هيطير يا جدعان ويجي. والزغاليل التانيه فين؟
الزغاليل واقفه هناك اهي، ان شاء الله يطلع لهم. تعالوا بقى ايه، خلونا نفتح كده للزغلولين دول، خليهم كده ايه يطلعوا وينزلوا. هم واكلين بس كده كده مش هيقدروا يطلعوا على العرق، فخلينا نجيب بس المكلف ده نحطه في الباب الفاضي ده ونسيبهم كده ينزلوا ويطلعوا معاهم ايه على الارضيه. ناخد الكرسي بتاعنا كده، نفتح الباب تمام، نطلع ونحطه هنا كده عشان لو في حاجه نبقى نراقبهم من على الشبكه، من على الشبكه ايه، من على الظهر. بسم الله. اهمك يا جدعان الزغاليل ديك، الزغاليل كده اللي طايره تمام اهمك. هو ان شاء الله الشخشولي باذن الله يشوفهم ويطلع لهم هنا باذن الله. جه يا رجاله، شوف بقى هيعرف ينزل لهم ولا لا. ابصوا الحمد لله عرف يطلع على العرق اهو. بطل يلا، هو لو بس مشي شويه كده ناحيه فتحه شبكه القمرايه كده هينزل لهم باذن الله. خير. طيب طالما عرف يجي هنا الحمد لله، نصفر له شويه يمكن يحاول يروح على الفتحه. خير يا جدعان، خير كله خير. شوف بقى ايه اللي هيحصل. طيب طالما واقف مع الزغاليل ان شاء الله مش هيروح في حته. عايز بقى اقول لكم عليها يا جدعان ايه، ان هي دي فايده الدشار، ان فرد الحمام لو اتنطر خلاص هو عارف الظهر، عارف الدنيا، مسافه ما جه خلاص هو عارف ان ده مكانه واطمن. انما لو انا ما كنتش حاطط في دشار فرد حمام اتنطر زي ده، صدقني ما كنتش هشوفه تاني، ما كانش عارف يطلع، ما كانش هيبقى عارف اي حاجه. بس هو الدشار محدد المكان بتاعه وعارف الدنيا كلها، فهي دي فايده الدشار بالنسبه لي، امن للزغلول. والفرد هو قاعد مع اخواته بص ايه، عايش حياته، ولا وحياة ابوكوا هيقوم رايحين فين بص راح واقف فين ابن اللذينه. طب انزل لهم بقى عشان الوقفه دي كده غلط، يعني هل هيجوا بقى ينزلوا ولا هيروحوا يركنوا؟ ربنا يستر، مش وقتكم، بس كان لازم افتح لهم. طيب اهو بصوا ينزلوا. طيب كويس، جم نزلوا طلعوا محترمين اهو. اخر واحد جه. عايز اقول لكم ان الزغلول الشخشولي واقف هنا اهو واخدين بالكم اهو، هينط لهم دلوقتي. بصوا اهو، يا ابن اللعيبه اهو جه نزل اهو. يا جدعان انتوا فلوسكم حلال وربنا عالم انا شقيان فيكم قد ايه، فالحمد لله. نعمل بقى يا جدعان عشان الزغاليل دي كده ايه تبقى هاديه، نجيب بقى شويه كلفه زي كده، نحضر الصاج تمام. بصوا هم اصلا بيبتدوا ينزلوا اهو، بصوا ده دول اللي هيطلعوا. ولا تعال علينا، يلا نط الناحيه دي يلا. طب خدوا الناحيه دي اهو، خدوا كلفه اهي. طب ماشي بياكلوا هنا اهو، خدوا كلفه اهي عيش. بس هيلقطوا بقى كده يا رجاله، بمسكهم في الظهر عشان خاطر ما يروحوش في حته. والحمد لله الشخشول اللي جه، هسيبهم بقى شويه كده براحتهم. ولو في جديد هعرفكم ان هو اول يوم فتحه شبكه القمرايه دوت، وتاني يوم وتالت يوم بيبقى ايدك على قلبك، ان طبعا مش اول يوم الحمام كله بيطلع وممكن ما يطلعش خالص، فهنشوف. بس هي بتبقى مغامره حلوه بصراحه، احنا عملنا اللي علينا والباقي ده بقى بتاع ربنا، اللي يقعد واللي يدعي. الحمد لله اتنطر وجه. بس عايز اوريكم حاجه كده يا جدعان، بسم الله ما شاء الله. القص دولك بصوا مطلعين الزغلول ده تمام، طالعين الزغلول ده. هو طبعا لسه محطط لهم الاكل، لسه ما لحقوش ياكلوه، بس طالع ضعيف قوي. ده طبعا هزق معاهم بالميكس. طبعا انا حاطط طاجن هنا. ليه بقى انا حاطط طاجن هنا يا رجاله؟ عشان خاطر ولود اللذينه ما شاء الله حصوا نطروا الزغلول من الطاجن بتاعه وحصوا مكانه، فما بقوش كمان ياكلوه حلو، فهنضطر ان احنا بقى نعمل له ميكس وناكله. بصوا كتاكيت يا رجاله، بصوا واقفه بتشرب ازاي، سبحان الله. يطلع من البيضه بصوا ياكل ويشرب، سبحانك يا رب. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي، ربنا خلقه سبحان الله. اول ما يطلع من البيضه يعرف ياكل لوحده ويشرب لوحده، سبحانك يا رب. مش زي زغاليل بقى الحمام لازم الاهالي تهتم بيها فالحمد لله رب العالمين. وبالنسبه للزغاليل ما شاء الله، عندنا القص الاستراليات دولك الزغلولين بتوعهم ما شاء الله طالعين حجم واحد وزي الفل اهو. احنا بس بنفرجكم على الحاجات دي لغايه بس اما يحصل جديد بره، فما تزهقوش مننا معلش. وعندنا هنا بردك الزغلولين دول ما شاء الله مقومينهم الاثنين زي بعض اهو ما شاء الله، بس على. وعندنا كمان هنا في زغلولين دول انا ما شفتهمش خالص، هنشوفهم لاول مره مع بعضينا ما شاء الله يا جدعان، مقومينهم بردك زي الفل زي بعض الحمد لله بقى. عياله ما شاء الله بصوا الاثنين حجم واحد، بطوشه كده جنب بعض ما شاء الله. دولك مش عارف بقى لما يكبروا الواحد هنشوف شكلهم، اطلعهم من الغيه او نذبحهم ناكلهم هنشوف. ونيجي هنا اهوك عندنا الزغلول ما شاء الله طالع ما شاء الله. بصوا جدته عامله ازاي الله اكبر.
زغلول جميل جدا. عايز اقول لكم يا جدعان الخمس شبابات بتوعنا همك، وبصوا كراكندي اهوك والبوازه اهو ما شاء الله، كراكندي وبوازه طلعوا. فانا طبعا بصوا جايب الكلفه معايا وحبه كده في ايديا بس. انا كده بصوا الانجليزي كان هيطلع ما شاء الله، بحببهم في الظهر. انا دي طريقتي يا جدعان اللي بشتغل بيها، انا كده بحببهم في الظهر، بحسسهم ان هو امان، ياكلوا ويشربوا هينزلوا ويطلعوا. ودلوقتي هتلاقوهم كلهم هيشدوا بعض، يعني واحد بص اهو كراكندي نزل، فاهمين؟ هو بقى هيبتدي يطلع ينزل هيجرأ اخواته، فالدنيا هتبقى حلوه. وخليكم معانا لما نشوفهم كلهم ايه اللي هيحصل معاهم ان شاء الله. في انجليزي كمان طلع اهو، بصوا انجليزي تاني طلع اهو، هم هيشدوا بعض كلهم دلوقتي ما شاء الله. وخير خير خير باذن الله، هيطلعوا وهنلعبهم بالكلفه ومش هيحصل لهم حاجه، وهننزلهم ومش هيحصل ضحايا ولا اي حاجه. فكده هو في 3 طلعوا، يا مسهل يا رب. الواحد قاعد هنا شويه يا جدعان قصاد ضغط الزاجل. المشكله بقى في ايه؟ ان الهواء بيشد فجاه، الهواء يهدى خالص مفيش هواء، فجاه يشد جامد جدا، وده غلط. والعصر طبعا لسه مأذن دلوقتي ومخلص. هو المفروض ان انا ما افتح لهمش في الشمس دي اولا، المفروض افتح لهم الصبح بدري، بس انا عامل لهم ميعاد الاكل بتاعهم بين العصر والمغرب كده عشان خاطر الزاجل. فالحمد لله يا جدعان ادينا شغالين بالطريقه دي، هو بس اول كام يوم كده والدنيا تبقى حلوه. رايح فين؟ رايح فين انت؟ رايح فين؟ بصوا البوازه جه نزل فين، هيطلع لهم ان شاء الله يطلع لهم. هات ابوك انا مش عايز اي ضحايا النهارده. رايح فين؟ رايح فين؟ بصوا الهواء اصلا عمال يا نهار كراكندي يا نهار ابيض اهو راح يا جدع انت احول فوق. بص الهواء عمال يعمله. انا شكلي كده شويه لو لقيت الدنيا باظت خالص كده هضطر انزلهم. يلا حبيبي يلا يا بابا يلا اطلع لهم، اطلع ما تتكسفش. انا مش عايز اقوم عشان انا لو فزعته والهواء شاله مش هعرف اوديه في حته، فاشوف هيعمل ايه واقول يا جدعان. الحمام جه واقف له اهي. المفروض بقى هو يعني المفروض يبقى فيه دماغ يقوم يطلع لهم. هو الحمام جه واقف له فوق اهو. يلا حبيبي اطلع لهم، يلا يا بابا اهو. يلا شد حلو، هيشد حلو، هيعملها مش هيعملها، هيطلع ذكي هيطلع غبي. كراكندي جاله اهو. طب الكراكندي اخوك اللي طلعت معاه يا حبيبي اطلع. طب يا جدعان لما يطلع اقول لكم اهو حط ما لحقتهاش بالكاميرا بس حط. طلع لهم يا جدعان الحمد لله فلوسكم حلال اهو امك يا جدعان. في حاجه تانية طلعت، تعالوا بس نديهم كده سن الكلفه ايه، نربطهم على الظهر سنه كده بسيطه، بس مش شبع، اللي هو حاجات بسيطه كده ايه، لقطوا بسم الله ما شاء الله بس كده يا جدعان، حاجات كده بسيطه اهو يلقطوا يقعدوا كده على الظهر بيها. هنعمل ايه؟ بنتعب مع الزغاليل. وانتوا ايه الحمام اللي فوق ده مش يعني مش عامل لكم حاجه؟ ده البوازه نزل اهو يا جدعان. الحمام اللي فوق ده ايه مش لافت يعني نظركم بحاجه؟ طيب سواء عامه عادي يا جدعان، ده كويس لما يبقى فوق شايفينهم ودول في تحت ويطلع وينزل وانت تعالى. ده اللي مش عايز يسيبني ده، عمال يبصوا بيروح وجاي. والله شكلي يا ابني اخدك كده معايا تحت في الشقه وادربك، بس خليه. يلا انزل، خد تعالى فوق. خد تعالى هنا تعالى. لا انا بقول هو مش انتوا، اتكلوا على الله. تعالى بص كراكندي نزل كمان اهو. مصلحه هو كده هيطلع تاني فهيشد بقيه اخواته باذن الله. من ايدي. طيب لميت عليا الحمام كله. بص الحمام كله جاي عايز يعمل زيه. بص اهو هو عايز من ايدي. هو مش جعان يا جدعان، هو ماشي ميعاد الكلفه، بس حتى بعد ما باكله بيقعد يعمل كده. انت عايز ايه؟ قول لي بس. بص لا انا هقفل بقى الباب عشان ايه نخلص من اليوم. رجاله انا قاعد على الحال ده بقى لي يجي ساعه ونص قاعد هنا في الهوا، وبصوا الشمس اصلا ابتدت تغيب والدنيا يعني هديت والجو جميل، ولكن الهوا زايد قوي والزغاليل عمالين بقى يطلعوا ايه واحد ورا التاني وينزلوا، مفيش غير الخمسه دول اللي طلعوا. فاللي هنعمله بقى دلوقتي يا جدعان عشان كده ايه، هو اول يوم ده بيبقى كده يطلع 1 2 3 ومش عارف ايه. نروح بقى نعمل ايه دلوقتي يا جدعان؟ صلي على النبي اول حاجه، قول عليه الصلاه والسلام، ونخش عشان اصلا الزغاليل بصوا كلها ريحت ومفيش كده حاجه هتطلع، فهنأكلهم. وتعالوا نشوف كل حاجه عملي. بسم الله. بصوا ياض رجلك يا بص، ده مش هيسكت ده. يا عم انزل يا عم.
دول هينزلوا كده دلوقتي هما بينزلوا واحد ورا التاني. يلا يلا انزل يا عم، انت على رجلك نقش الحنه. انزل يا حبيبي، انزل يا بابا. يا عم انزل. يلا يا حبيبي، يلا يا بابا. بس نزل كده يا جدعان، كده كل الحمام نزل. معانا الابيض شقراز، معانا الاخضر، معانا الباكستاني، معانا كده كله نزل تمام. انا مش عارف كده كله نزل يا جدعان. نقفل بقى الشبكه. بس قفلنا كده شبكتنا. بكره ان شاء الله هفتح لهم تاني وبعده وهنشوف يا جدعان في الفيديوهات الجايه، ما تقلقوش. هنشوف في الفيديوهات الجايه كل حاجه باذن الله، وهيطلعوا كلهم. طبعا احنا عارفين اول يوم الدنيا بتبقى لخبطيطه، كم واحد طلعوا ومش عارف ايه وبس كده. شويه كده بقى وهاكلهم وادخلهم. وعشان ما اطولش عليكم، هو ده كده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. بس انا والله كان نفسي يطلع الفيديو احسن من كده، بس هعمل ايه؟ الحمام هو اللي ما طلعش. فانتظروا الفيديو الجاي باذن الله يكون طلع باذن الله. سلام يا غالي.